السلام عليكم، أنا أنس خالد. الحلقة النهارده بعنوان أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية كإيرادات من حيث معدل التضخم. قبل ما يبدأ، معدل التضخم ده حصل في 2019، يعني الأفلام دي بالإيرادات دي بتساوي الرقم ده في 2019، لكن دلوقتي أكيد أكتر بكتير. وفي المركز العاشر فيلم الفيل الأزرق بإيرادات 104 مليون. روح المركز التاسع فيلم الناظر اللي نزل سنة 2000 ولم إيرادات 104 مليون، ولم إيرادات في السنة دي 15 مليون، بس بتعدل في 2019 حوالي 104 مليون. ونروح للمركز الثامن، ولم إيرادات حوالي 4 مليون، ولم إيرادات في السنة اللي نزل فيها 19 مليون. ونروح للمركز السابع، فيلم إسماعيلية رايح جاي، ولم إيرادات 104 مليون، وإيرادات في السنة اللي نزل فيها تقدر ب 15 مليون. ونروح للمركز السادس، فيلم اللي بالي بالك، ولم إيرادات تقدر ب 110 مليون، وإيرادات في السنة اللي نزل فيها 19 مليون. ونروح للمركز الخامس، مرة تانية الفيلم لمحمد هنيدي، الراجل اللي ليه 4 أفلام في القايمة دي، فصراحة شابوه على النجاح اللي هو كان عامله. فيلم جاءنا البيان التالي بإيرادات تقدر ب 119 مليون، وإيرادات في السنة اللي نزل فيها 18 مليون. ونروح للمركز الرابع، فيلم بوحة، واللي إيراداته تقدر ب 132 مليون 389 ألف، وإيرادات في السنة اللي نزل فيها 26 مليون. ونروح للمركز الثالث، الليمبي، ولم إيرادات في السنة دي 22 مليون، وكإيرادات بعد التضخم 132 مليون و550 ألف. نروح للمركز الثاني. طبعا الفيلمين المفضلين هو طبعا فيلمين لمحمد هنيدي. في المركز الثاني هو فيلم همام في امستردام، ايرادات 149 مليون، وايرادات في السنه نزل فيها 23 مليون. ونروح للمركز الاول، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، ونزل سنه 98 ولم ايرادات 27 مليون جنيه، لكن كايرادات باحتساب معدل التضخم في 2019 تقدر ب 179 مليون و550 الف. صعب جدا صراحه يجي فيلم يحقق الرقم ده. وبس كده، لا بحاول تشترك والاشتراك، وسلام.